بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل القراقيش بالعجوة بتاعة الأفران اللي هي اسمها كعب الغزال. هنجيب علبة بغطا ونحط فيها كوباية مية دافية، كوباية دقيق، 4 معالق سكر، وكيس خميرة، ونركنه على جنب. نجيب كيلو دقيق، كيلو المقادير دي بتاعت كيلو دقيق، ونجيب كيلو دقيق ونحطه في بولة. هنجيب كيلو دقيق ونحط عليه رشة ملح، ونحط كوباية زيت، وندعكه ونخليه زي حبات الرمل كده، ونسيب الخميرة والحاجات دي يعني حوالي ربع ساعة كده لما نلاقيها اتفاعلت مع بعضها. بعد كده نروح حاطين المكونات دي على الدقيق اللي هو كيلو الدقيق، عليه كوباية الزيت ورشة ملح ونص معلقة بيكنج باودر صغيرة، ونقلب بقى كله مع بعضه ونعجن بمية دافية. بعد طبعا ما عجنا الدقيق بالزيت وفضلنا نبس بيه لحد ما بقت عاملة زي حبيبات الرمل كده، ننزل بقى بالمية الدافية بلبن. لو انت عايزة تحطي لبن مع مية دافية، لو عايزة تحطي لبن خالص ماشي، مية خالص ماشي اللي يعجبك اعملي بيه. من بره عايزة تحطي كوباية لبن حطي كوباية مية، ونزود مية دافية لحد ما نلم العجينة وتبقى بالشكل ده. نمسكها بقى نقطعها، نعملها رولات كده زي القراقيش كده، ونقطعها ونعصها بالسمسم. نبل السمسم ننسمه بالمية عشان علشان يمسك في العجينة لازم ننسم السمسم بحبة مية، مش نغرقه قوي، تنسيمة بس بسيطة كده عشان يمسك في العجينة كده. نعمله بقى نقطعه كده قراقيش من غير عجوة، وهنعمله بقى نفرد العجينة بعد كده. ونعمل بقى انا العجوة طبعا اللي انا عملت لكم فيديو بيها قبل كده، اللي جبتها وفرمتها في البيت وطلعتها من الفريزر، هستعملها دلوقتي. هنعمل بيها كعب الغزال. شوفي بقى انت هتروحي تشتري من الفرن بكام الكيلو دلوقتي في الايام الغلا اللي احنا فيها دي. انت هتعمليه مش هيكلفك حاجة. كيلو الدقيق هيعمل لك كمية حلوة، يعني يعمل لك حوالي بتاع 2 كيلو كده هوت قراقيش مع كعب الغزال اللي هي بالعجوة. عايزة تعمليها سادة براحتك، عايزة تعمليها بعجوة براحتك، اللي يعجبك اعمليه. عايزة تقطعيها قرص براحتك، يعني قرص مدورة كده، قرص قرص هي لها شرح يعني؟ ملهاش شرح، مدورة بس كده. وتقعدي بقى تعملي تقطعي بقى التقطيعة اللي انت عايزاها. عايزة كده تعمليها صوابع براحتك، عايزة تعمليها كلها بالعجوة براحتك، اللي يعجبك. هي العجينة واحدة عامة. وكده انا قطعت بالقطاعة بقت تتلم مع العجلة، فبالسكينة كده احسن. كده بالسكينة كده احسن واسرع، اسرع من العجلة، ما بتمسكش فيها وهي بتتقطع. بس كده ترصي بقى زي ما انت شفتي كده. دي تقطيعة تانية اهي عملت لك كذا واحدة اهي عشان تبقى قدامك. اهي انا فردت بقى العجوة وفردت العجينة، وبقيت احط طبقة
طبقة عجينة واروح حاطة العجوة عليها وافردها، وبعدين اروح لفاها وبعد كده اروح مقطعاها بقى بالسكين. وده شكلها اهو. وبرضو بقيت اعوصها بالسمسم زي ما عملت القراقيش الاولانيه اللي هي مفيهاش عجوه. ده شكلها. ايه، اسألي بقى عليها كده في الفرن بكام، وشوفي بقى عملنا الكمية دي كلها من كيلو دقيق. دي الحبة اللي هم بالعجوة، والحبة التانيين عاملاهم من غير عجوة. اهي اهي، بصي بقى شكلها. انا عشان بصور بايد بكسر بايدي التانية فمش مالكة. دي شكلها اهي. وتحطيها في الفرن على 180 في الصاج اللي في النص، وتشغلي المروحة عشان المروحة تسويها من فوق ومن تحت زي بعض. المروحة بلاش الشواية. ودي اللي من غير عجوة اهي، دي القراقيش ودي القرص، وده اللي معمول بالعجوة. انت هتحطي العجوة، هتفردي العجينة بالنشابة بايدك، وتروحي فردة العجوة وراحي حطها عليها، وتروحي لفتين، وتروحي قطعة ومقطعاه بقى حلقان كده زي ما انت شايفاه. هي سهلة جدا يعني، ما فيهاش حاجة صعبة. اهو الكيلو دقيق عمل الكمية دي كلها، عمل ده القرص دي وعمل اللي بالعجوة. يعني قولي حوالي دول كيلو، والتانيين دول اكتر من كيلو ونص كمان من كيلو الدقيق. بص القرصة من جوه هشة ومستوية من فوق ومن تحت، وقلبها من جوه هاشش وطرية جدا اهي. ولا نشتري